إذا ناوي تصير حاكم لبلادك تزوج حمصية، هيك بيقول التاريخ، ما عم جيب شي من عندي. عام 170 ميلادياً أنجبت الأسرة الملكية الحاكمة لإيميسا طفلة ستصبح فيما بعد أقوى نساء التاريخ الروماني، جوليا ديمنا. تنبأوا لها بأنها ستتزوج ملك العالم، وعندما سمع القائد الروماني سيبتيموس سيفيروس بذلك كانت زوجته الأولى قد توفيت، فسعى للزواج من جوليا عام 187 ميلادي ليصبح بعدها إمبراطوراً لروما. وجه خير عليه، شاركت في الحكم، رافقت الحملات العسكرية وقادت الجيش بنفسها حتى لقبت بأم المخيمات. في قصر روما أنشأت صالونا فكريا يجمع الفلاسفة والمفكرين لتناقشهم، وأتقنت اللاتينية واليونانية حتى أصبحت الإدارة الفعلية للدولة تمر عبر أيديها. ذكرتكم بحدا؟ بعد وفاة زوجها عام 211 ميلادي قام ابنها كراكلا بقتل أخيه كيتا وهو يحتمي في حضنها، ورغم ذلك بقيت تحكم وتصدر المراسيم حتى قتل ابنها الثاني عام 217 ميلادي وتلقت تهديدا بالعزل والنفي، فرفضت الإهانة رغم مرضها واختارت الانتحار جوعا وماتت بعزة، لتنتهي قصة أول إمبراطورة عربية حكمت روما فعليا. طلعتوا مانكن إلى الياه الحماصنة.